أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه الآية الكريمة النداء للمؤمنين بأحب الأشياء إليهم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. في هذه المقدمة من هذه الآية الكريمة ينادي المولى سبحانه عباده المؤمنين الذين التزموا بلوازم الإيمان، وهو التصديق والعمل بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا التعليم القرآني الكبير: لا يسخر. ونلحظ من إعجاز القرآن اللفظي والتنبيهات اللطيفة: لا يسخر قوم. المفروض أن الذي سيسخر هو فرد واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى أسند السخرية المنهي عنها لقوم، والقوم الجماعة، والقوم لفظ خاص بجماعة الرجال، وقالوا إن مادة قوم وقيام والقوامة مشتركة، لأن الرجال هم الذين يقومون بالواجبات. الرجال قوامون على النساء، فوصف الرجال بالقوامة، ولذا كان لفظ القوم خاصا بالرجال فقط، ولذا عطف عليه القسيم الثاني وهم النساء: ولا نساء من نساء. فكون الإسناد هنا لجماعة لقوم وهم عدد، مع أن العادة جارية بأن السخرية لا تنشأ ولا توجد إلا من فرد واحد، فلماذا جاء اللفظ بالقوم وهم الجماعة نيابة عن الواحد؟ كما أشرنا سابقا بأن آيات القرآن يرتبط بعضها ببعض، ولذا لو رجعنا قليلا لوجدنا طائفتان: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهنا طائفة متقاتلة مع طائفة أخرى، والطائفة هي الجماعة، والجماعة هي القوم. ولما انتهى القتال وجاء الإصلاح وتدخل المؤمنون: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، جاء تصفية ما عساه أن يكون من بقايا القتال بين الطائفتين، فقد تكون طائفة أقوى من الأخرى فتفخر عليها وتسخر من الطرف الثاني، فجاء التعبير بالقوم بناء على أنه تقدم عندنا طائفتان. ولهذا
لو أن شخصا من إحدى الطائفتين سخر بالطائفة الثانية يكون إسناد السخرية للطائفة التي منها الشخص الذي سخر، ويكون الإسناد للمجموع لا للفرد فقط، لأنه واحد يتكلم باسم جماعته. ومن هنا لو أن البعض لم يسخر ولم يرضى، لكنه مشارك بالسكوت وبالرضا، كما قيل: وسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. اللي سمع ما ذم إنسان، لكنه سمع ورضي، سمع وتلذذ بذلك، كما قيل: لم آمر بها ولم تسؤني، فهو مشارك للذي سب غيره أو ذم غيره، فهو مشترك في الإثم. وهكذا هنا الطائفة جماعة واحدة، فالذي يتكلم منهم ويسخر بالطائفة الثانية كأنه تكلم باسم الجميع، والجميع يتحمل الإثم لأنه سكت ورضي. وهكذا اليوم أيما إنسان ذكر إنسانا بسوء وعنده من إخوانه من لم يرد عليه، من لم يمنعه، من رضي بذلك، فهو مشارك في هذا الإثم مع لسكوته عنه وعدم نهيه عن فعله. ولذا لما جاء في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذا يقول علماء الأصول: الترك فعل في صحيح المذهب كما في مراقي السعود. فإذا رأى إنسان منكرا ويستطيع أن ينهى عنه ولا مضرة عليه وترك النهي فهو كالذي فعله. أو أن الإنسان كما يقول الأصوليون: لو أن إنسانا وجد إنسانا يسبح في الماء وأشرف على الغرق ويستطيع أن ينقذه دون مضرة عليه فتركه حتى غرق، فهو مشارك في مسؤولية غرقه. ويقولون أيضا: لو أن إنسانا في فلاة ووجد إنسانا ظامئا لا ماء عنده ويكاد أن يهلك من العطش، والثاني عنده فضل ماء يزيد على حاجته وترك ولم يسقه فمات، مسؤول عنه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن إنسانا مات جوعا في حي من الأحياء لألزمتهم دية، لأنهم تركوا إطعامه وهم لم يقتلوا، ولكن أمسكوا فضل طعامهم، وذاك أمسك فضل مائه، فبإمساكه ما به حياة هذا الإنسان يكون قد فعل ما يوجب الموت بالفعل. وهنا إشارة لطيفة في التعبير بلفظ بدل من لفظ. لا يسخر إنسان من إنسان، لا يسخر مسلم من مسلم، لا يسخر مؤمن من مؤمن، وكان يتأدى المعنى، ولكن يأتي بلفظ قوم. والحاصل أن السخرية لا تنشأ إلا من شخص واحد. إذن الواحد الذي أنشأ السخرية يمثل القوم، والقوم موافقون وراضون وساكتون. إذن أما من ينكر فخرج من العهدة. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا أي المسخور منهم خيرا من هؤلاء الذين سخروا، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكما يقولون السخرية لا تكون إلا في جمع من الناس، لأنه لن يسخر من إنسان بينه وبين نفسه، وقد يكون هذا يتنقصه في نفسه، ولكن العادة أنه لا يسخر من إنسان إلا بحضور آخرين، ويسخر منه في في نقص يتنقصه في أمر فيسخر منه. قد يسخر قوي من ضعيف، غني من فقير، سليم من مريض. كل هذه الأنواع المتغايرة المتفاضل فيها قد يسخر من الناقص منها. ولكن يقول سبحانه: عسى أن يكونوا خيرا. الخيرية هذه لها جهتان: خيرية في الدنيا وخيرية في الآخرة. عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله،
وأنت تسخر منه وهو خير منك عند الله، يبقى السخرية رايحة فين؟ رجع عليك أنت. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأن مر عليهم رجل وهو في أصحابه جلد قوي ذو هيئة، قال: ما تقولون في هذا؟ قال: والله نعم الرجل، إن استأذن أذن له، وإن تحدث أصغي إليه، وإن خطب زوج. فسكت عنهم حتى مر إنسان مسكين نحيف الجسم ضعيف الحال، قال: ما تقولون في هذا؟ قال: والله مسكين، إن تحدث لا يصغى إليه، إن استأذن لا يؤذن له، إن خطب لا يزوج. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك عند الله. هذا اللي انتم تشوفوه صغير هذا أو تزدريه أعينكم خير من ملء الأرض من ذاك الذي ملأ أعينكم وأخذ إعجابكم. هذه الخيرية فين؟ عند الله. نقول أيضا يا إخوان، وإن قال جميع المفسرين هذا، لكن نقول في الدنيا أنت غني تسخر من فقير، وما يدريك أن هذا الفقير على مكارم الأخلاق، على أحسن العادات، صدوق في الحديث، وفي في العهود، محافظ على أوامر الله، يقيم الصلاة، يصوم رمضان بنصح، بينما أنت مفرط في بعض ذلك، فمن يكون الخير؟ قد تسخر منه لصحتك وهو مريض، وما يدريك أنه في مرضه في جوف الليل يقوم ويناجي ربه وأنت نايم غرقان في النوم. إذا قد تكون الخيرية في الدنيا بجوانب أخرى، أنت تنقصته من فقره والله عوضه من ذلك. ولهذا جاء عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله سبحانه قسم العطاء على الخلق، ولو نظرت في أحوال الناس لوجدتهم من حيث العطاء متساوين جميعا. قالوا: كيف يكون متساوون؟ هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح. قال: نعم، إن أعطى هذا مالا ومنعه من هذا، فقد يعطي هذا راحة بال وطمأنينة نفس خير من مال هذا مضاعف. قد يكون المال مشغلا لصاحبه مقلقا له مؤرقا إياه، ولكن هذا راض بما قسم الله له، والرضا عطاء من عند الله، فيبيت مطمئنا راضيا قانعا، فأيهما أسعد حال. وقد يكون أعطى هذا مالا وأمرض هذا، وأعطاه الله من الحكمة والعلم ما يساوي أضعاف مئات المرات مما أعطى هذا من صحة ومن إيش ومن مال. وكما جاء في حياة عروة بن الزبير، سافر إلى العراق عند معاوية، وحصل عليه في الطريق ما حصل، وهناك أصيبت ساقه، فجاء الطبيب فقال لابد من بترها من القدم حتى لا تسري وتجعل غرغرينة وتقضي على حياته. أخيرا قطعت الرجل، فلما جاء إلى المدينة غطاها، وكان الناس يأتون يسلمون عليه ويعزونه في رجله، فدخل عليه من أصدقائه الأحرصين فقال لولي: اكشف عن رجلي ليراها فلان. فنظر إليه فضحك. قال: وما يضحكك على هذه المصيبة؟ قال: نحن ما أعددناك للسباق والصراع، ولكن أعددناك للعلم والفقه. وكان عروة أحد الفقهاء السبعة. قال: والله ما عزاني أحدا فيها كما عزيتني أنت، فلئن راحت جزء من الساق ولا الساق بكاملها فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم ومن الحكمة ما يفيق على الدنيا بما فيها. إذن عسى أن يكونوا في الدنيا بجوانب أخرى خير منكم. إذن لا يسخر قوم من قوم، فإذا وجد إنسان من نفسه تطلعا أو تطاولا وجاء الشيطان وأغراه، فليقمع الشيطان عنه، وليعلم بأن هناك صفات أخرى إما معنوية وإما حسية هي خير مما يفخر به هذا الإنسان ويسخر به من هذا الشخص الآخر. إذن الأحمق
وغير العاقل هو الذي يسخر من أخيه الإنسان. لماذا؟ لفقره وغناك. الغنى ليس كسبا منك وليس محض جهدك، بل يهب. الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط هل يشكر أم يكفر، ويقدر هل يصبر أم يضجر. إذن عطاء من عند الله. الصحة كذلك ليست من عندك ولا من جهدك، وهكذا. لا ينبغي لعاقل قط أن يسخر من إنسان آخر لشيء رآه في حسبانه هو بأنه منقصة في هذا الشخص الآخر، لا وكلا. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لأخشى لو أنني سخرت من كلب أن يمسخني الله كلبا، لأنه كله من خلق الله، تسخر عليه ليش؟ ولا نساء من نساء كذلك. امرأة تنظر إلى امرأة أخرى هي جميلة في نظرها، وتنظر الأخرى أنها دميمة تارعة في الطول، وتلك قصيرة ذات حسب ونسب، وتلك خادمة شاغلة مسكينة ذات. وكل ذلك أيضا كما يوجد ويقال في الرجال للرجال يقال كذلك في النساء للنساء. قد تسخر منها لجمالها، وتكون هي إما عند الله خير منها، وإما أن تكون في الدنيا أيضا. مالك بن أنس رحمه الله لما تزوج ودخل على زوجه ما كان راها قبل هذا، فلما نظر إليها كأنه كان يتوقع أحسن من هذا، فعرفت في وجهه ذلك، فقالت: يا مالك، الله تعالى يقول: عسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. فرجل فقير فسمع كتاب الله وفي وقت حرج مثل هذا قال: قبلنا. فرزقه الله منها مالك، أنا أنس أبو مالك، فعوضه الله مما لم يكن على قدر مستواه الذي يريد أن رزقه الله مالك. لو مالك جاء من جارية اسمها تكون ورزق هذا الولد المبارك اللي أصبح إمام دار الهجرة، والله لو كان حتى يوزنها بالذهب إنه ما يعادلها. لو أن امرأة أخرى في جمالها في حسبها في نسبها ورأت تلك المرأة اللي قبلها أنس حتسخر منها، لكن لما تعرف بأنها أنجبت مالك بن أنس ذيك الساعة تزدري نفسها عند تلك المرأة. إذن ولا نساء من نساء. وأشرنا إلى ما يقوله بعض العلماء: القسمة رباعية، رجال من رجال، نساء من نساء. رجال من رجال هذا قسم، نساء من نساء هذا قسم آخر. رجال من نساء أو نساء من رجال، جاء قسمان فقط: رجال من رجال ونساء من نساء، ولم يأتي قسم رجال يسخرون من نساء ولا قسم نساء يسخرن من رجال، لأن بين الرجل والمرأة بون شاسع، وكمال الرجل لا يجعله يضع نفسه في مقارنة مع امرأة لينظر نقائصها فيسخر منها. وكذلك المرأة مع المرأة، المرأة مع الرجل، لأنها ترى مكانة الرجل أعلى منزلة منها، فلا تضع نفسها في رفعة بحيث أنها تسخر من الرجل. رجولته تكفيه تغطي كل شيء. ولذا جاء في الفريقين فقط: قوم من قوم، نساء من نساء، عسى أن يكن خيرا منهن. ثم جاء الترتيب والنسب. وأشرنا سابقا بأن كل الخطايا وكل الجرائم وكل الآثام الشخصية قد يقال إنها منشأها من السخرية، لأنك إذا سخرت لماذا تسخر منه؟ لأنك رأيت نفسك أعلى منه ورأيته دونك فاستنقصته، فصار هناك الغمز واللمس، وصار هناك الاعتداء، وكانت هناك الآثام. بحسب امرئ مسلم من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. يكفيه ذنب في الدنيا كلها لهلاكه وتعذيبه أن يحقر، والاحتقار سيؤدي إلى السخرية.
إذن السخرية نتيجة الاحتقار، وقد يحمله ذلك على معصية الله. ويقولون إن أول معصية وقعت إنما هي الحسد. حسد إبليس أبانا آدم على ما كرمه الله به من أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود إليه وأمر بسكنه الجنة، وإبليس لم يجد شيئا من هذا فحسده على تكريم الله إياه. هذا الحسد أقول إن قبل الحسد السخرية. إبليس ما حسد آدم إلا ما سخر منه واحتقر، ولما احتقر استكثر نعم الله عليه، قال هذا ما يستاهل. وهذا اللي يجري عند الناس، إنسان يسخر يقول الله أعطاه شيء ما يستحقه ما يستاهله. ليش يا أخي؟ قال ما هو أهلا لهذا. سبحان الله، يعني يسخر منه ويتنقصه ويستكثر نعم الله عليه، فهو محارب لله في عطائه لبعض خلقه. فأقول إن السخرية سبقت الحسد، والحسد جاء نتيجة للسخرية، وكانت نتيجة الحسد الكبر، ونتيجة الكبر العصيان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي؟ قال أنا خير منه. فيش؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. رجع إلى أصله الذي خلق منه وسخر من آدم لأصله الذي خلق منه، ما أنه مخطئ في هذه المقدمات ومخطئ في هذه النظرية. ويقول العلماء إن الطين خير من النار، ولولا الطين ما كانت النار. أفرأيتم ما تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وقود النار من الشجر، والشجر ينبت فين؟ في الطين. إن الطين أصل. ويقولون لو أخذت نواة وألقيتها في النار ماذا تكون النتيجة؟ احترقت. لو أخذت النواة ورميتها في الطين إيش حتكون النتيجة؟ تأتي نخلة وتأكل منها رطبا جنيا. إذن فرق. فأصل الطين ينبت ما هو خير، وأصل النار يهلك غيره. وعلى هذا يقول نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. وعلى هذا أيها الإخوة يحذر الإنسان العاقل من أن يقف موقف السخرية من أي إنسان كان، حتى الكافر. إنك تستعيد من حاله وقد تشفق عليه لمآله، ولكن تسخر منه لا. الله كتب عليه هذا. لو استطعت أن تدعو له بأن ظهر الغيب أن الله يهديه ويهديه ويأخذ بيده إلى الإسلام والإيمان كان خيرا من أن تسخر منه. إذن هذا مبدأ عظيم في هذه السورة الكريمة، وكما أشرنا سابقا إننا نسميها سورة الآداب أو سورة الأخلاق، وهذا من أعظم تهذيب أخلاق الأمة الإسلامية، بأن لا يسخر بعضها من بعض لا أفرادا ولا جماعات. ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز كما يقولون هو باللسان، تلقح كلمات أو تأتي بكلمات كناية عن عيب أو كذا، والغمز بالعين، تغمز بعينك هكذا. ولما قالوا في بعض الأشخاص المنافقين قال انتظرت لعل أحدكم يقوم فيضرب عنقه، قالوا هلا غمزت لنا، هلا ما كان لنبي أن تكون له إيش؟ خائنة الأعين. لا، الأنبياء صرحاء في مقالاتهم لا يكون بالغمز ولا باللمز. ومجيء النهي ولا تلمزوا، لأن من سخر من إنسان في نفسه لمزه بلسانه عند غيره، فهذا مترتب على ذاك. وهذا من الإعجاز القرآني في سبك الأسلوب والترتيب الطبيعي في الأحداث بعضها على بعض. ولا تلمزوا أنفسكم. طيب الإنسان حيلمز نفسه؟ يسب نفسه؟ نعم. يقول العلماء فيها وجهين. الوجه الأول
كما في قول ولا تقتلوا أنفسكم، ما في إنسان حيقتل نفس إلا المنتحر عياذا بالله. حينما تلمز أخاك المسلم فكأنك لمست نفسك، لأن أنت وهو شيء واحد، والأمة الإسلامية كلها كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فلما كان الإسلام يعتبر الأمة كيانا واحدا، فمن لمس فردا من الأفراد شمل نفسه في عموم الوحدة الإنسانية باللمز الذي طرأ على غيره، وهذا غاية في الترابط والتراحم والتآلف. أو على معنى آخر، لا تلمز إنسانا ولو كان لمسته بشيء واقع فيه وما يرضى، سيلمزك بمقابل هذا، سواء كان فيك أو ليس بفيك، صدقا أو كذبا، انتقاما لنفسه وانتصارا لشخصه، فتكون أنت قد لمست نفسك بلمزك أخاك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون فيسبوا الله عدوا بغير، هذا سدا للذريعة. وكذلك ما جاء الرجل يسب أباه وأمه، قال وهل يسب الرجل أباه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيكون هو الذي تسبب في سب أبيه. ولا تلمزوا أنفسكم، أي على أحد المعنيين، وكلاهما معنى جليل، وينبغي للإنسان أن يتحفظ من ذلك. ولا تنابزوا بالألقاب. النبذ الطرح، واللقب هو لفظ يشعر بمدح أو بذم، فألقاب المدح لا بأس بها، كما يمثل العلماء بالصديق لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبالفاروق لعمر رضي الله تعالى عنه، وذي النورين لعثمان رضي الله تعالى عنه، وأبا تراب لعلي رضي الله تعالى عنه، ولقب حميد لأن الرسول هو الذي لقبه به، فهذه لا بأس بها. أما الألقاب التي يكرهها الإنسان، وكما جاء في كتب التفاسير عموما أن قبيلة كذا بني سليم كان يقولون كان الرجل في الجاهلية له عدة أسماء، وكان إذا نودي ببعضها يكره ذلك، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف للرجل عدة أسماء فكان يناديه ببعضها، فيقول ما يا رسول الله إنه يكره هذا، يعني يكره هذا الاسم من بقية الأسماء، فيناديه بالاسم الآخر الذي لا يتضرر منه أو لا يستنكره. ولا تنابزوا أي تطرحوا على بعضكم بعضا بالألقاب، أي السيئة التي يكرهها صاحبها ولو كان فيه حقيقة. وهذا يستثنى منه عند علماء الحديث في تعريف الرجال، ولذا تجدون في بعض الروايات عند فلان الأعرج، عند فلان الزيات، عند فلان الخرقي، يعني بائع الزيت أو بائع الخروق، وهذه مهن قد تستنكرها العرب، ولكن لكونه لا يعرف إلا بذلك أو اشتهر عند الناس بذلك فلا مانع أن يذكر للتعريف لا للنبذ ولا للإهانة. ثم يقول سبحانه معقبا على بئس الاسم الفسوق، يقول بعض العلماء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يذكر ابن جرير عن مجاهد بأن هذا داخل في الألقاب التي تتصل بالإسلام. يقول لإنسان لخطأ ما يا فاسق، يا منافق، يا فاجر، فيقولون هذه هي التنابز بالألقاب، أي الصفات التي لا يرضاها الإسلام. وبعضهم يقول هي أعم من هذا. وعلى هذا الرأي إذا كان التنابز بالألقاب يختص بصفات الإسلام ومخالفاتها، فنحن نقول اليوم لا تنابزوا بالتعصب، فلان متعصب، فلان مقلد، فلان مجتهد، فلان صفة كذا، فلان يرى كذا. لا والله، لا ينبغي لطالب العلم أن يصف زميله في طلب العلم بصفة لا يرضاها لنفسه. فلان هذا
مذهبي متمذهب، فلان هذا متعصب للمذهب الفلاني. طب ايش فيه؟ إذا كان ما يأخذ به من المذهب حق ومستند إلى مستند شرعي، ما الذي يمنع ذلك؟ نعم الحال أن يتمسك بما يراه حقيقة أو يراه يعني أرجح، لكن الذم فيما إذا لو كان طالب علم ووجد مسألة خلافية والمذهب الذي هو ملتزم به أخذ بجانب لا دليل عليه، أو عنده دليل وعند المذهب الآخر ما هو أرجح وأقوى منه وأخذ به الجمهور، فلا يحق له أن يتعصب لهذا الرأي الضعيف لمجرد أنه مذهب صاحبه، لا ينبغي هذا. لكن لا نعيبه في الدين، إنما أمر اجتهادي ورأى إمامه هذا الرأي وأخذ به، فلا ينبغي أن نجعل ذلك موضع لمز وغمز وتنابز بالألقاب. ويأتي الإنسان هذا متطرف، لماذا؟ لأنه يأخذ بكذا وكذا. لا ينبغي أن يكون الاختلاف في الرأي موضع تنابز بالألقاب، بل الواجب على طلبة العلم أن يصلوا الرحم الذي بينهم، ألا وهو العلم. العلم رحم بين أهله، وعلى هذا الواجب على طلبة العلم مشرق أو مغرب أن يلتقوا على العلم. فإذا كانت مسائل خلافية أو مسائل اجتهادية فلا ينبغي أن تكون سببا في تنابزهم وفي غمز بعضهم ببعض أو لمزه. وفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية هو أن المسائل الخلافية فيها نص واختلف في معناه، فيها نصوص وتعارضت واختلف فيما يؤخذ منها، هذه مسائل خلافية، لأن الذي بين الطرفين الاختلاف في الأدلة نفسها. أما المسائل الاجتهادية فليس فيها نص، وإنما نظرها العلماء واجتهدوا فيما يحملونها عليه من قاعدة عامة في آية أو في حديث، مفهوم مخالفة، مفهوم موافقة، قياس، يكون هناك قرائن تحمل عليها، فهذه إيش؟ اجتهادية نشأت من اجتهاد العلماء فيها. وكلا الأمرين لا ينبغي الاختلاف فيه بين الناس، لا يكون الاجتهاد سببا للنزاع، ولا يكون الاختلاف في الأدلة سببا للنزاع ولا سببا للفرقة. وقد ذكرنا في رسالة موقف الأمة من اختلاف الأئمة، وأن الأئمة رحمهم الله كانوا فيما بينهم إذا التقوا أو إذا لقي بعضهم تلاميذ الآخرين على اختلاف ما بينهم في المذهب لم يكونوا متفرقين ولم يكونوا متخاصمين ولا متحزبين. ومن أغلب ما سمعت أو قرأت عن الشافعي رحمه الله لما جاء إلى بغداد وجاء في الأعظمية، العجيب أن الأعظمية والكاظمية لإمام الكاظم بينهما النهر فقط ومتقابلين. جاء الشافعي في الأعظمية للإمام الأعظم أبي حنيفة، أقبرة الإمام أبي حنيفة هناك مسجد، لما صلى فيه لم يقنت في الفجر، فقيل لما لم تقنت يا شافعي في الفجر وهو مذهبك؟ قال احتراما لصاحب هذا القبر. أبو حنيفة يرى القنوت في الوتر، والشافعي بعد وفاة أبي حنيفة يترك القنوت في الصبح حتى لا يكون مخالفا لأبي حنيفة عند قبره. ايش هذا يا اخوان؟ الفقهاء يقولون مراعاة الخلاف، وهذا زاد على ذلك. ولما قيل لأحمد أتصلي خلف من أكل الجزور ولم يتوضأ؟ أحمد يرى الوضوء من إيش؟ من لحم الجزور. فإذا رأى إنسانا أكل لحم الجزور وقام وصلى بوضوء سابق ولم يتوضأ، يبقى في مذهب أحمد ونظره صلى بوضوء ولا بدون وضوء؟ في مذهبه هو بدون وضوء، ولكن في مذهب الآكل المصلي بوضوء ولا لا؟ بوضوء.
فقال وكيف لا أصلي خلف مالك وأبي سفيان وسوي وكذا وكذا. قالوا لا يرون يعني اختلافي معهم في الوضوء يمنعني أن يصلي خلفهم أفاضل وأئمة؟ لا، ما يمنع هذا. وعلى هذا يا إخوان نوصي ونكرر، وقد أطلنا في هذه النقطة لأنها في نظري تخص طلبة العلم أكثر من عوام الناس. عوام الناس قد يفعلون ما يفعلون جهالة أو دافع غريزة ما، ولكن طلبة العلم يقعون في ذلك وعن قصد. هذه هي الداهية الكبرى، لأنها تفرق بين ما ينبغي أن يجتمعوا ويعملون على اجتماع الأمة، فيكون هم مصدر الخلاف فيما بينهم. هذه هي المصيبة. إذن يا إخوان، ولا تنابزوا بالألقاب أيا كان اللقب، كما قيل عن مجاهد إنه يا فاسق يا منافق يا كذا، أو يا زاني أو يا سارق أو يا شارب، أو أنه كان في معان أخرى، ويلحق بذلك ما أشرنا إليه مما يجب أن يكون عليه طلبة العلم من الابتعاد بأن ينبذ بعضهم بعضا بألقاب لا يرضاها هو لنفسه. بئس الاسم الفسوق. ما هذا أخذ مجاهد بأن النبذ بالألقاب يا فاسق يا كافر يا منافق، وهنا بئس الاسم. الاسم هو العلامة من السمة ومن الوسم، فهو عند الإنسان اسم وعند الحيوان وسم. القبائل لها اصطلاحات. تسم الإبل بوسم على العنق أو على الكتف أو على جانب من الفخذ حديدة محماة في النار، وتطبع طابعا على فخذ البعير أو على عنقه، شرطتين مع بعض دائرتين، علامة أن هذا الوسم وسم قبيلة كذا. فلو أن بعيرا لتلك القبيلة شرق أو غرب ورأته القبائل الأخرى عرفوا بأنه من إبل القبيلة الفلانية، فهو هنا علم واسم. وإذا إنسان ما شرق أو غرب ما اسمك اسم فلان، عرفوا فلان ابن فلان، كما سيأتي شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالوسم أو الاسم بئس الاسم الفسوق، بعد أن كان يقال يا مؤمن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. فإذا وقعت السخرية كانت السخرية معصية، والمعصية خروج عن طاعة الله، والخروج لغة فسق، والفسق أعم المعاصي. قد يكون مخرجا من الملة، قد يكون كبيرا من الكبائر، قد يكون صغيرة من الصغائر، مطلق خروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم. فبئس الاسم يا أيها الذي ينبذ بالألقاب بعد ذلك وارتكبت كان فعلك فسقا. ولأن يقال لك يا فاسق بفعلك هذا بئس الاسم، بعد أن كان يقال لك يا مؤمن لأنك لم تؤذي غيرك. بئس الاسم الفسوق، سواء كان مرادا به من لمز بوصف الفاسق، أو مرادا به الذي نبذ غيره واستحق وصف الفسق بنبذه لأخيه باللقب الذي يكرهه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئكم هناك طي، فتوبوا إلى الله من هذا العمل، توبوا إلى الله مما وقعتم فيه من سخرية ومن استهزاء ومن لمز ومن ايش ثاني اللي الأخير هذا تنابز بالألقاب. توبوا من هذا كله. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما قالش الفاسقون مع أنه معصية وفسق، ولكن جاء بالوصف الأخص. لماذا؟ يقول علماء اللغة إن الظلم لغة وضع الشيء في غير موضعه. فإذا جاء إنسان وظلم آخر وأخذ ماله، أخذ المال وضعه في غير موضعه في يد الغاصب، والحق والأصل أن يكون في يد مالكه. وهكذا إذا اغتصب من إنسان حقا، فالظالم هو الذي يأخذ الشيء يضعه في غير موضعه. فكذلك هؤلاء جميعا من سخر من إنسان
وضع السخرية في غير موضعها، لأنه سخر من شخص عسى أن يكون خيرا منه، فإذا كان خيرا منه فلا موضع للسخرية، فهو ظلم. لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا أنفسكم، جاء ولمز إنسانا بعيب فيه، أيضا ظلم له، لأنه هذا العيب لم يأتي به هو، أنت الذي أشهرته وأنت الذي شهرت به، فأنت ظالم في نقله إلى الآخرين. والتنابز بالألقاب كذلك، أنت وضعت هذا اللقب في غير موضعه لأن صاحبه يكرهه ويتبرأ منه، لكن لصق فيه. إذن ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والظلم درجات، كما قيل أعلاه الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك الإنسان يظلم نفسه بالمعصية وبالمكروه إلى غير ذلك. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله العظيم. تأملوا معي يا إخوان هذا النسق القرآني الكريم، بعدما حذر الله سبحانه وتعالى من السخرية وما يتبعها من اللمز والنبذ بالألقاب، يأتي بقسم آخر من الأخلاقيات الفاضلة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع الإسلامي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. هذه الخطوات الثلاث وما بعدها إيضاح لجريمة الغيبة. قوله سبحانه اجتنبوا بدل اتركوا أو لا تظنوا. يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في الخمر فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر إيش؟ عمل الشيء لا إنك في والعصاب والأزلام ونقص من عمل. إنما إيش؟ إنما الخمر والأيزم والأوقاب كما وليس الفوت. إنما الخمر والميسر. في وصف الخمر إنه رجس فاجتنبوه. يقول قوله سبحانه فاجتنبوا أبلغ في الزجر من فاتركوا، وأبلغ في الزجر من فلا تشربوا، لأن فاتركوه قد يتركه هو جنبه محتفظ به يترك شربه، لكن اجتنبوه جنبوه عنكم بعيد، وكونوا عنه عن جنب وعن ايش وعن بعد. فإذا كان عنك جانب بعيد ما انت شارب ولا انت ايش محتفظ به. وهنا اجتنبوا كثيرا من الظن أي كونوا على جانب من البعد من كثير من الظن، وهذا أبلغ من لا تظنون. وكثيرا مفهومه لو كان هناك ظن قليل، إن كان الظن للخير فلا مانع، لا ونعم الحال. لولا إذ سمعتموه قال ليش أن يتوضأ المؤمنون. الآية الكريمة في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى سبحانك ما كان إيش لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نعود. ما في حد حافظ الآية لولا سمعتموه لولا إذ إيش ظن المؤمنون الموت بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك. جلس أبو أيوب وأم أيوب في تلك الحالة، قال يا أم أيوب لو كنت محل عائشة أتفعلين ما يقال عنها؟ قالت لا والله ولا أرضى لنفسي. قالت وأنت يا أبا أيوب لو كنت محل فلان ابن معطل أكنت قال لا والله ما أفعل هذا. فظنوا بأنفسهم خيرا
فكذلك ظنوا بأم المؤمنين أنها لا تفعل ذلك، فهذا ظن في الخير، فالظن في الخير كله خير، أما في الشر فلا. إذا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا مانع أن يكون هناك بعض الظن في الخير. اجتنبوا كثيرا من الظن، والظن هو التوجس، التحسب، هو أن يكون فكر على غير علم، لا عن محسوس بسمع أو برؤية، لا عن محسوس بسمع أو برؤية. ثم هذا النسق القرآني الكريم أيضا كما جاء هناك في السخرية وما يتبعها من اللمز ومن النبذ بالألقاب، جاء هنا مرة أخرى. اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب لم تجتنب وغلبتك النفس بأنك ظننت بشخص شر، رأيت بعض العلامات أو بعض الأمارات، رأيت بعض الناس يدخلون بيته ويخرجون وهم على أجناسهم، وش هذا إيش عندهم في هذا؟ هذا صفتهم، لا رحت تقدر بأنهم يجتمعون على كذا، لا بأنه يحصل عندهم كذا، ظننت به شر. فقلت والله أنا ليش الشك، خلينا أتأكد، فذهبت تتجسس عليه لتحقق ما ظننته فيه. إذا التجسس مبني على إيش؟ على سوء الظن، فجاء الترتيب منسق. اجتنبوا كثيرا من الظن، فإن ظننتم ولا بينت عندكم لا تتبعوا سوء الظن بالتجسس لتتحققوا فيما ظننتم فيه، وهذا في غاية من التنسيق والنسق القرآني الكريم. طيب ظننت وذهبت حب الاستطلاع وتجسست، ستجد نتيجة إما سلبا أو إيجابا. لم تجد شيء ورجعت بغير خفي حنين، أو وجدت شيئا فيما كنت تظنه، ماذا يكون موقفك؟ قف عند هذا، لا تذهب وتغتب أخاك لما رأيته من تحقيق ظنك السابق. إذن سيأتي أول خطوة سوء الظن، وهذا عمل القلب. تأتي الخطوة الثانية وهي التجسس، وهو عمل الجوارح، تسمع أو ترى. تأتي الخطوة الثالثة بمقتضى ما رأيت من تجسسك أن تذكره بما رأيت من معايب، فتكون الغيبة. شفت يا إخواني هذا النسق القرآني الكريم، وهذا الإعجاز في الأسلوب. ثم يأتي تصوير القبح في هذا العمل، ولا يغتب بعضكم بعض، أي بما رأى من تجسسه، أو تكون صفة عامة كما بين الحديث أنها أعم من ذلك. ما الغيبة يا رسول؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت لو كان الذي ذكرته موجود فيه؟ قال إن كان موجودا فقد اغتبت، وإن لم يكن موجودا فقد بهت، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يرمون المؤمنات بغير ما اكتسبوا، هذا هو البهتان. فوسع الرسول موضع الغيبة، إما ابتداء وإما نتيجة لتجسسك على أخيك المسلم. لا يغتب بعضكم بعضا. ثم جاء بالصورة التوضيحية، كما يقولون الرسم التوضيحي: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وإن لحم الأخ فين الميت؟ هذا هو التشبيه التمثيلي، صورة بصورة. جعل القرآن الكريم أن ذكرك أخاك في غيبته بما يكره كأن تنهش لحم أخيك الميت، بجامع أن الغائب لا يملك أن يرد عن نفسه لغيبته، والميت لا يقدر أن يدفع عن نفسه لموته. وقبح الفعل يأتي تعبيرا عنه فكرهتموه. ثم يقول لحم أخيه، ما قالش لحم الغير، يبرز معنى الأخوة، لأن معنى الأخوة العاطفة والرأفة والرحمة والتآلف والتراحم،
أما أن تأكل وتلمز وتنحل وتغتاب أخاك وتصفه بما يكره، هذه ليس فيها من معاني الأخوة شيء. ويذكرون في الحديث النبوي الشريف في قصة ماعز لما اعترف وأمر صلى الله عليه وسلم برجمه، فسمع الرسول شخصين يتحدثان ويقولون: ما فتئ ستر الله عليه، ما فتئ ولم استراح حتى جاء وفضح نفسه حتى رجم رجم الكلب. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنهم، حتى إذا مر بجيفة حمار، وفي رواية تيس أسك أو جدي أسك، يعني أبو أذن قصار، هذه ميت قد انتفخ من تفاعله، فوقف عنده وقال: يا فلان يا فلان، وسماهما: تعال انزلا وكلا من هذه الجيفة. قال: يرحمك الله يا رسول الله، وهل هذه تؤكل؟ قال: والذي نفسي بيده للذي قلتموه في أخيكم أشد عند الله من أكل هذه الجيفة، والله إنه الآن ليمرح في متاع الجنة أو في متع الجنة. إذن هذه الصورة يجعلها القرآن الكريم أن من اغتاب أخاه في غيبته، سواء فيه ولا ما فيه، ما دام يكره ذكر هذا لا تذكره له، وهو تابع للنبذ بالألقاب المنهي عنه، إبقاء على وحدة الأمة وإلى جمع الكلمة وإلى وحدة الصف، لأن هذه التوافه هي التي تحمض القلوب وتنفر بعضها من بعض وتأتي الفرقة دون الألفة. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الفعل كريه فكرهتموه، وهذا فعلا مكروه. ما دمتم تكرهون الأكل من جيفة الميت، فكيف ترضون من لحم أخيكم؟ وكيف ترضون بالغيبة التي تعادل ذلك في الصورة والإنكار؟ واتقوا الله مرة أخرى تذكيرا بما عند الله، اتخذوا الوقاية عند الله بترككم ذلك وبالعودة إلى الله بالتوبة. واتقوا الله إن الله إيش؟ تواب. سبحان الله، ما قالش غفور رحيم، قال تواب. تواب هذه راجعة لمن؟ راجعة لاثنين: إما أن تكون راجعة لهذا الذي ظننت به السوء ونصبت نفسك مفتشا أو شرطيا تتجسس عليه، اعلم بأن الله تواب رحيم. فإذا كان المولى ستر عليه ولم يفضحه والله تواب، تكون أنت صاحب سلطان وصاحب صوت وتنتقم. ربه الذي خلق والذي خلقك تواب يتوب عليه ومرجعه إليه، وأنت تذهب وتفتش سريرته؟ لا. أو راجع إلى هذا الذي اغتاب وهذا الذي تجسس وهذا الذي سخر، أنه إذا رجع إلى الله تاب الله عليه مما فعل. فتواب رحيم صالح لأن ترجع إلى الطرفين، المعتدي والمعتدى عليه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.